أجرك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فلا يرون ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتم ضلوا ألا تتبعني أفعسيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وأن تقل قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت في نفسي قال سدد فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنعذبنه ثم لننذبنه من الفاء إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك حلة لا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا فيه وساء لهم يوم القيامة يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ يتخافتون بينهم إن بثم الله عجلا بما يقولون إذ يقولوا أمثل طريقة إن بثم الله ياما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وحتى يتقون ويزيد لهم ذكرا الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك ويوم الذي به علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له علما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من
فتسمع إن لك لا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم عجزتني عما كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات للناس لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح أطراف النار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من ذات الحياة الدنيا نفس لهم فيه ورزق ربها خير وأبقى واعبر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قالوا لولا يأتينا بآية من ربه ولم تأتهم بينة ما في الصدر ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه ويلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا وهذا فبدت مثلكم فبدت وأنتم تبصرون ربي يعلم القول في السماء والأرض والسميع العليم وقالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل وسائر بناتنا آية كما أرسل الأولون فما آمنت قبلهم من قرية أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنجينا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك تحلى حتى جعلنا حسيدا حامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه إن لدنا كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون من في
السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة فيرجعون ينشرون آلهة إلا الله سبحان الله رب العرش عما يصفون عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وما خلفهم ولا يسمعون إلا لمن اتبعهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومن آياتها معرضون هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم بذكر الرحمن كافرون سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار عن ظهورهم ولا ينصرون تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردا ولا ينكرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا مما كانوا يعتدون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن وهم في ربهم معرضون أم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون ولا هم منا يذهبون ومتعنا هؤلاء وآباءهم حتى ضال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي ننقصها من أولادها قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون برهانا وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم يحتسبون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم لا منكرون ولقد آتينا إبراهيم حجة قربنا بعالمين قال لأبيه وقومه هذه التماثيل التي أنتم عاكفون قالوا
وجدنا آباءنا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أجدنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فضرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قتلنا إلى كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم جدادا إلا كبيرا لعلهم إليه يرجعون قالوا الله فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له إبراهيم فأتوا به على أجل الناس لعلهم يتقون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم فسألوا من كانوا ينطقون فقالوا إنكم أنتم الظالمون على رؤوسهم لقد علمت ما الله ينطقون قال فتبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا فلا يضركم حف لكم ولما تبدون من دون الله فلا تعقلون وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ولوطا إلى الأرض التي وعدنا بها العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم إن الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وآتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الغدائد أنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأهلكناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفذت فيه على القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليوزنكم من بعدكم وأنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر وآتيناه له ومثلهم معهم رحمة من عندنا وإسماعيل وإدريس وذكر كل من الصابرين دخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فزدنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدوننا لما كفر وكانوا لنا
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وابنها آية للعالمين. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران وإنا له كاتبون. حرام على قرية أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل عدد ينفرون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا كنا ظالمين. لا تعبدون دون الله جهنم أنتم واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وتعالينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ضررتها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وأنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإنني قريب بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجار إلى الغالب ويعلم ما تكسبون وإن تدري لعله فتنة لكم ومتاع. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة